عن عارينها. الصرامة الدفاعية والانضباط التكتيكي المغربي منع النجوم البرتغالية من استعمال أسلحتها. لننتظر الدقيقة 31 كي نرى أول تهديد برتغالي عن طريق جواو فيليكس. وقبل نهاية الشوط الأول ب3 دقائق جاء الخبر السار. يوسف النصيري حلق عاليا وارتقى فوق الجميع مسجلا الهدف الأول للأسود الذين قدموا شوطا مثاليا. صاروخ 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 في المرحلة صاروخ الثانية رمى المدرب البرتغالي بكل أوراقه الهجومية، وكان أولها كريستيانو رونالدو الذي لعب بنسبة كبيرة آخر مباراة مونديالية في مسيرته. توالت بعدها الفرص البرتغالية، تارة من برونو فرنانديز وتارة أخرى من جواو فيليكس، لكن ستيمات تابونو وقفت في وجه المساعي البرتغالية للعودة. ليطلق بعدها الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو صافرة النهاية، وتنطلق معها الأفراح في كل القطر العربي من على الخليج إلى فينال إن المحيط، شاء الله، على لأول فينال، منتخب عربي يبلغ دور على الأربعة فينال الكاس في إن شاء تاريخ الله. كؤوس العالم. مبروك مبروك